اليوم طبقنا طبق مقبلات خفيف كتير طيب، وهو عبارة عن خبز محشي بالدجاج والبصل. هي مسخن رولز أو رولات المسخن. تعالوا نشوف طريقة التحضير مع بعض. في طنجرة على النار ضفت 3 معالق كبيرة من زيت الزيتون، 3 أوراق غار، عود قرفة، و3 حبات من الهيل أو حبهان. بقلب هاي البهارات بالزيت. لما تقلبوا البهارات بالزيت رح تعطيكم نكهة مختلفة تماما لمرق الدجاج، وتغير مفهومكم عن المرق. رح تعطي نكهة كتير طيبة. اليوم استخدمت صدور الدجاج المسحبة، واستخدمت صدرين حجم كبير. إذا عندكم حجمهم صغير بتستخدموا 4 حبات. ضفتهم مباشرة فوق الزيت والبهارات مع التحريك والتقليب المستمر. تقدروا تستخدموا دجاج كامل عادي ومقطع، وبس نخلص احنا رح أصلا نستخرجه من العظم. هلأ بس قلبت قطع الدجاج، ضفت لهم نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح. قلبتهم على الوجه الثاني لحتى ياخدوا لون خفيف، ورح أرجع أقلبهم كمان مرة وأرش على هذا الوجه برضو فلفل وملح، نص معلقة صغيرة في كل مرة. ضليت أقلب بصدور الدجاج لحد ما أخذت لون ذهبي مثل ما شايفين. وهلأ رح أغمرهم بالمية المغلية، ضروري المي تكون مغلية. وضفت لتر واحد من المي. إذا استخدمتوا الدجاج بالعظم تستخدموه نفس الطريقة. بعد ما غمرت قطع الدجاج بغطي الطنجرة وبتركها لمدة تلت ساعة إلى نص ساعة على النار لحد ما تستوي قطع الدجاج تماما. شايفين؟ بختبرها بالشوكة، رح تفوت بتطلع بسهولة، هيك بتكون استوت. هلأ رح أخدها على الكاتنج بورد وأبدأ أنسلها بواسطة شوكة أو بإيدي، الطريقة اللي بتريحكم. رح أحصل على قطع دجاج منسلة مثل هيك جاهزة للاستخدام. كمان إذا استخدمتوا دجاج بالعظم نعمله بنفس الطريقة. بعد ما انتهيت من تنسيل الدجاج وحصلت على هاي الكمية، كمية كبيرة زي ما شايفين، هلأ بنتقل لمقلاية كبيرة على النار وضفت 4 معالق كبيرة من زيت الزيتون، واستخدمت 4 حبات بصل قطعتهم لجوانح رفيعة، تقريبا لكل صدر دجاج حبتين بصل. بستمر بتقليب البصل لمدة دقيقتين. وهلأ رح أضيف له معلقة كبيرة ملح، وأستمر بالتقليب. رح تلاحظوا إنه البصل رح يبلش بإنه ياخد لون خفيف ويدوب معانا، بس يصير شفاف. بهذه الطريقة بنستمر بالتقليب. تقريبا أخذت معي هاي المرحلة 7 دقايق. هلأ رح أضيف الدجاج المستوي اللي عملناه مع بعض، وأحرك كل المكونات مع بعض. شوفوا كمية البصل مع الدجاج متناسبة زي ما شايفين. هلأ رح نبدأ بإضافة البهارات. عندي معلقة صغيرة من البابريكا الحلوة، والبهار الأساسي لهالوصفة هو السماق. رح استخدم 4 معالق كبيرة من السماق البلدي الحامض. هذا السماق نكهته كتير قوية وحامضة من قلبه. بس تقليبة واحدة لنتأكد إنه توزع السماق والبابريكا كتير منيح فوق الدجاج والبصل بهذا الشكل. وهيك صارت الحشوة جاهزة، برفعها مباشرة. اليوم استخدمت خبز الصاج أو خبز الشراك. زي ما شايفين بتيجي حجم الرغيف كبير. أنا رح أقطعه لقطع، كل رغيف رح أقطعه ل8 قطع بهذا الشكل. بقطعهم لشكل مثلثات فوق بعض، ونستخدم سكين حاد رح يساعدنا في تقطيع الخبز. إذا كان هذا الخبز مش متوفر ببلدكم تقدروا تستخدموا خبز التورتيلا. وهلأ بنبدأ بلف الخبز بهذه الطريقة اللي موضحة بالفيديو. بطوي أولا الأطراف، بعدين بلف الخبزة بهذا الشكل. هلأ رح أتابع بتحضير كل الكمية بنفس الطريقة. في صينية الفرن رح أحط كمية من زيت الزيتون وأدهنها كتير منيح، وبعدين أبدأ برص حبات الخبز الملفوف بهذا الشكل. طبعا بتقدروا تضيفوا للحشوة أي نوع من المكسرات مثل اللوز أو الصنوبر المحمر. بعدين رح أضيف على وجه الخبز كمان كمية من زيت الزيتون وأدهنها كتير منيح بفرشاية. وهلأ رح أخده مباشرة على الفرن محمى مسبقا. الرف اللي فوق النار مباشرة ودرجة الحرارة 200. يحتاج تقريبا ربع ساعة من الأسفل. بعدين رح أحمر وجهه من فوق لياخد لون حلو، وبس يطلع من النار رح أزين وجهه بالبقدونس المفروم وشوي من السماق، وبقدمه مباشرة. بتقدم جنبه اللبن الرايب وصحتين وعافية.